لا يا جدعان، لا. هي وصلت للدرجة دي؟ الايام على الابواب خلاص، كله بقى مباح وعادي كده. ايه الفجر اللي بقينا فيه ده؟ للدرجة دي ما عدناش عارفين الصح من الغلط؟ مستقبل ايه مع الجيل المهبب ده؟ مش عارف. تحرش علني فوق الكوبري قدام الخلق في عز الظهر. السلام عليكم. انا جاي النهارده اتكلم عن واقعة التحرش في الكوبري. نبدأ مع بعض بالصلاة على النبي، ومشكورا هتعمل لايك وكومنت، وده عشان تساعد الفيديو ينتشر وتنتشر المعلومة لعلها تكون مفيدة وتكون سبب في اصلاح ولو حتى شخص واحد. الاول كده وقبل اي كلام، انت مفكرتش هو ليه ممكن اتنين يقوموا بالفعل ده وعلني كده؟ طب ايه اللي وصلهم لكده؟ هل ده طبيعي وبيحصل بينهم كتير، ولا في حاجة جديدة حصلت بينهم فما يقدروش يمسكوا نفسهم؟ كله كلام لا يقدم ولا يأخر، لان انا وانت عارفين ان ده ما يصحش وحرام وذنب كبير وجهر بالمعاصي. وقول زي ما انت عايز تقول، لا دين ولا منطق ولا تربية تدعم ان ده يحصل، بس فعلا الموضوع غريب يا جدعان. احنا بقينا في غفلة وظلام حالك. الموضوع بجد مرعب، وبقى سهل ان الشيطان يسيطر علينا. طباعنا اتغيرت، واحنا كمسلمين او موحدين بالله بدأنا نتخلى عن كتير من مبادئ الاسلام والطباع والعادات اللي المفروض نكون متربيين عليها، ومطلوب مننا نربي اولادنا على نفس النهج ده. فازاي انا ممكن اسيطر على ابني وسط كل الفواحش اللي بتحصل دي؟ حصلت الفاحشه زي ما انتم شايفين. بعض الناس حللوا الموقف وقالوا ان ده طبيعي مع صعوبات الحياه والمشاكل الكتير اللي بتواجه الشباب في موقف الجواز، ان كان من القرارات الجديده بخصوص كتب الكتاب او حتى طلبات اهل العروسه. لو انت متفق معاهم فاسمع مني الكلمتين دول. في موقف زي ده قدامك حل من اتنين ملهمش تالت. الاول انك تعافر في الدنيا بالحلال وتخبط فيها زي ما تخبط، وتسعى انك توصل للبنت اللي عايزها، وده لاجل انك تعيش انت وهي تحت سقف واحد. الحل التاني بقى هو انك ما تفكرش في حاجة غير الحل الاول. صدقني الفترة الزمنية اللي احنا بنعيش فيها دي مش محتاجة غير كده. فيا تبقى قدها يا تعيش طول عمرك قليل الحيلة وندمان انك ما حاولتش. الحلال طعمه حلو والله يا جدعان، اعقلوها. ما تعملش زي دول وغيرهم وتحكم على نفسك بخسارة الدنيا والاخرة. الناس سابت الحوار ومسكت في الراجل اللي صور ورفع الفيديو، وانا ما اعرفش نية اللي صور ده ايه. يمكن تكون نيته خير، وزي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فربنا سبحانه وتعالى هو أعلى وأعلم بنية الشخص اللي صور. وأختم النقطة دي بآية كريمة: بسم الله الرحمن الرحيم: كنتم خير أمة خرجت للناس تؤمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الفيديو زي ما ليه عوامل سلبية فبرضه ليه عوامل إيجابية، وهي إننا نعيد تفكيرنا في إيه الصح وإيه الغلط، وإننا نحافظ على قيم ديننا ومبادئ العقيدة بتاعتنا. ومع نشرنا للقيم دي هتقل انتشار الفجور اللي بقت كتير قوي. عايزين نعتبر ان ده اختبار لقوة ايمانك، ومن بعدها ده هيقوي رغبة الحلال في نظرك وعقلك، وكمان هيبعدك عن الخضوع لأي سكة غلط لا ترضي الله. بالنسبة لموضوع مشاهدتك للفاحشة، تخاف وتسكت ولا تنم على اصحاب الجرم وتفضحهم؟ دي ودي غلط. الصح ايه بقى؟ هو انك تنصح بس في الخفاء بينك وبينه، يعني يعمل بكلامك او لا دي بتاعته، وبرضه ما ترميش نفسك الى التهلكة. يعني ما تبقاش شايف واحد مغيب ومش واعي هو بيعمل ايه اصلا ولا مسؤول عن تصرفاته وتروح تكلمه بعقلانية وكلام هو مش مدركه اصلا. اعرف انت بتوجه النصيحة لمين الاول، وزي ما انت كده مشكورا عملت اللي عليك واللي امرك بيه ربك وسيدك النبي. ربنا يهدي كل شباب وفتيات المسلمين ويثبتنا على قيم ودين الاسلام، ويسترنا فوق وتحت الارض ويوم العرض عليه. طيب تمام كده؟ يا ريت تكون كلامي مبسط بالنسبة لك، واتمنى انك تستخدمه في الصح وبس. انا كده خلصت. لايك وسبسكرايب، وما تنساش تصلي على النبي في الكومنتس، وحاول تخلي الفيديو يظهر لاكبر عدد ممكن. بس كده، سلام.